اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هديكوا افكار عن اللانش بوكس. هوريكم انا اديت ايتن بنتي ايه النهارده وهي رايحه المدرسه. طبعا انا عملت لكم فيديو طويل قبل كده في افكار كتير لللانش بوكس، صورت لكم انا بدي ايتن ايه المدرسه وهي رايحه كل يوم، وعملت لكم فيديو تاني قصير اديتها ايه في اليوم اللي انا وديتها فيه ده، في الفيديو اديتها ايه في اليوم ده. تعالوا بقى فيديو النهارده هوريكم انا اديتها ايه وهي رايحه المدرسه. ده كيس جاجور ب5 جنيه مصري طبعا، ودي بسكوته بالكريمه كده مصريه ب5 جنيه برضو، ودي واحده وهو 5 جنيه برضو. والله العظيم احنا بنفضل محتارين علشان نجيب حاجات مصريه لاننا طبعا عاملين مقاطعه، فبنفضل ندور على الحاجات المصريه، والحاجات المصريه يا جماعه مش كتير، فبنفضل محتارين. فالجاجور ده هي بتكرره كتير عشان مفيش حاجات مصريه تانية. واديتها 2 فاكهه من الكاكا. طبعا عايزه اقول لكم والله العظيم الفاكهه دي رجعت لي تاني. ايتن ما رضتش تاكلها خالص، ايتن بنتي محيراني في الفاكهه جدا. اول سندوتش ده سندوتش من الاستريبس، تاني سندوتش برضو سندوتش من الاستريبس، بس اول واحد قالت لي يا مامي ما تحطيش عليه كاتشب، تاني واحد حطيت لها كاتشب، تالت واحد قالت برضو يا مامي ما تحطيش عليه كاتشب. وكمان ده سندوتش من البطاطس، وده سندوتش من البطاطس، وده سندوتش من البطاطس. هي اللي بتختار طبعا السندوتشات اللي هي عايزاها. قالت لي يا مامي اعملي لي 3 ستريبس و3 بطاطس، هي بتحب البطاطس جدا بالكاتشب، قالت لي حطي لي على البطاطس كاتشب وعلى الستريبس واحد بس اللي تحطي لي عليه كاتشب. طبعا الفيديو بتاع النهارده قصير جدا، بندي افكار عن اللانش بوكس، بدي بنتي ايه وكل واحد طبعا بيدي على قد امكانياته. يا جماعه انتي ممكن تدي عيالك على فكره اي حاجه هما بيحبوها، مش ضروري غاليه ولا رخيصه، اهم حاجه هما يكونوا بيحبوها. ممكن تكون حاجه غاليه هما مش بيحبوها. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. مع السلامه حبايب قلبي.